والبداية النهاردة هتكون مع تعليقات لعدد من الصحفيين والصفحات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا بتنتمي لأندية منافسة. ولما أقرأ النهاردة كده في بداية اليوم على تويتة مكتوبة لأحد الزملاء الصحفيين اللي بينتمي لإعلام نادي منافس، بيقول بداية النهاية لكولر الحوار الصادم. قلت حوار الصادم إيه وإيه بداية النهاية وإيه الموضوع؟ بصوا يا جماعة، الحقيقة يعني قبل أي حاجة عايز أتكلم معاكم عن قصة انتشرت خلال الساعات اللي فاتت لدرجة ان هي اصبحت ترند. وللاسف هذه القصة حصل فيها تحريف وفبركة كتير جدا. وانا هنا بتكلم معاكم عن تصريحات مستر كولر اللي كانت موجودة مساء امس عبر صحيفة كيكر الالمانية، وللبعض للاسف اصطاد في الماء العكر. وزي ما انتم شايفين على الشاشة كان حوار اتعمل مع كولر بشأن تفاصيل متعلقة بالكرة المصرية وانتقال مرموش من الدوري الألماني للبريمير ليج مع المان سيتي. حاول البعض يوصل فكرة، للأسف بقى ده الفبركة، إن كولر بينتقد المصريين، ودخل في جزئية حساسة جدا وقال إن كمان كولر اتكلم عن الصلاة وقال إن هي بتأثر على اللعيبة وعلى مواعيد التدريب. أنا عايز أكد لحضراتكم إن الترجمة الحقيقية للحوار بتقول عكس الكلام المنتشر في السوشيال ميديا وفي بعض المواقع، كلام عاري تماما من الصحة. والحقيقة لما نشوف اللي حصل ونقرأ ونترجم تصريحات كولر، لو بشكل صحيح هيبقى شيء إيجابي، ولكن لو بشكل غلط ده هيدي انطباع سيء جدا عن الإعلام هنا في مصر. ليه؟ لأن الفكرة احنا دخلنا في مرحلة إن الصراع والمنافسة ما بين الأندية وصلت بعض الإعلاميين وبعض الناس اللي على السوشيال ميديا بقت تضرب حوارات وفبركة عشان فكرة إن نعلي حد ونعمل إثارة وبلبلة على حد عشان منافسة في دوري ولا في كورة ما بين أي نادي. كولر يا جماعة الحقيقة كان بيتكلم عن الاختلافات ما بين تجربته التدريبية والحياة في مصر والحياة في أوروبا عندما عمل في العديد من الأندية السويسرية في القارة الأوروبية. وقال بكل وضوح إن الحياة في مصر لا يمكن مقارنتها تماما بأوروبا، مش عشان حاجة معينة، عشان هي مختلفة في تفاصيل كتيرة. حياة مليئة بالإثارة. خلال عامين ونص الراجل هنا قضاهم معانا في مصر قال كده في الحوار إنه اتعلم الكتير واكتسب خبرات جديدة هنا في مصر. ولما اتكلم مثلا عن زحام القاهرة، وده أمر على فكرة مش معيب، يعني ده أمر موجود في أكبر عواصم العالم، قال أنا كنت باخد وقت طويل عشان أوصل للتدريب قبل ما ننتقل مثلا لفندق قريب جدا من النادي. وقال كمان اتعلمت هنا في مصر ما اخدش كل الامور بصرامه شديده نتيجه ظروف الحياه. وزي ما قال يعني مثلا لو لاعب مثلا اتاخر في اوروبا عن ميعاد التدريب في عقوبات، لكن هنا اللاعب في مصر ممكن يتاخر دقيقه او دقيقتين لان مثلا كان بيأدي الصلاه وفي 5 صلوات في اليوم، وبالتاكيد ده بيكون له تاثير احيانا على مواعيد التدريب في انطلاق التدريب، مثلا لو مش 3 ونص 3 ونص و5. ولكن قال لك ايه بقى؟ هذه امور ترتبط بالدين والمعتقدات. يعني الراجل لم ينتقد كما اشاع البعض ولم يتحدث بشكل سلبي كما اشاع البعض. يعني الراجل اتكلم باحترام شديد جدا عن مساله الدين والمعتقدات. طيب الراجل كمان اجاب وقال ليس تماما ان اللعيبه بيلتزموا بالمواعيد، لكن اذا تاخر احدهم دقيقه هوقع عليه العقوبه. قال لك لا، هو بيأدي الصلاه فلا بأس في ذلك. شفتوا الفبركه وصلت بينا لأن اي مرحله؟ وعشان نعرف كمان ان الكذب والفبركه اتقال ايه كمان، اضاف كولر في الحوار، يعني قال الامور من وقت للتاني بتتجه للافضل في فرض النظام واللاعبين ملتزمون دايما في الاهلي بالمواعيد والتدريبات. وكمان قال لو تاخر لاعب لدقايق لانه كان بيأدي الصلاه مفيش اي مشكله خالص. كولر كمان اتكلم في حته تأقلمه على الحياه في مصر. قال المصريين هنا عايشين منذ الاف السنين قبل انا ما اجي. فيعني يعني حتى هو في الحوار حتى مكتوب كده ضاحكا، يعني لذلك لا يحتاجون الى كولر ليعيد ترتيب كل شيء من الصفر. هو كان عايش على نظام معين، جه هنا في مصر الناس هنا بقى لها الاف السنين. قال كمان مثلا في اوروبا ما بتلاقيش ناس قاعده مثلا على شنطه السياره ولا في موتوسيكل عليه 5 افراد زي الصوره اللي احنا خدناها لاحدى الاسر والعائلات مثلا في رحله او في مشوار معين، وهو كان التقط الصوره دي واتكلم عليها.
قال لك ممكن مثلا في اوروبا تلاقي بعض اللقطات دي فيها عقوبات صارمه، ولكن الامور هنا بتسير بصوره اكثر سلاسه. شايف الحياه طبيعيه، الحياه اهدى، الحياه مختلفه. في مصر مش هو اللي هيجي يغير الحياه، لان نتيجه السؤال كان بيقول له متاقلم ازاي، بتحاول تغير في الاتموسفير والاجواء. الراجل كانت اجاباته كلها منطقيه. ولما جه على موضوع التاخير عن التدريب دقيقه او اتنين نتيجه ان اللعيبه كانت بتصلي، قال لك عادي جدا ما فيهاش اي مشكله. فالكلام اللي اتقال في الحوار عكس تماما اللي تم ترجمته في بعض المواقع واللي انتشر على السوشيال ميديا. وللاسف سقطه لعدد من الزملاء الصحفيين والاعلاميين انهم ياخدوا الكلام المفبرك اللي مترجم بالغلط ويصدروه بصوره سيئه، لدرجه ان احدهم النهارده قال لك بدايه النهايه الكولر، الحوار الصادم. حضرتك بتعرف الماني؟ لا. سالت واحد مختص في الترجمه الالمانيه؟ لا. طب انت كتبت ده بناء على ايه؟ بناء على انتماء واهواء شخصيه بس، مش اكتر من كده. وخش بقى وشوف البيجات اللي بتكتب، وطبعا كل بيج مكتوب عليها اسم النادي المنافس. احنا وصلنا لمرحله ان المنافسه تنتقل من داخل الملعب لخارج الملعب عشان نفبرك حوارات ونصدر ازمه للمدير الفني للنادي الاهلي. ده امر غير مقبول. والامر غير المقبول الاكتر ان لو في بيجات او صفحات بتعمل ده، حتى لو كانت مموله، لا يجوز اطلاقا ان صحفيين يكتبوا الكلام ده او يعلقوا على الكلام ده بدون ما يتاكدوا. ولكن للاسف زي ما قلت لحضراتكم امبارح، في اصطياد في الماء العكر في الفتره اللي جايه في ملفات كتيره جدا ممكن تدخل الاهلي طرف فيها. سكور شيت مش عارف متوزع على الصحفيين، نمسك فيه ونقول ان التشكيل كان فيه غلطه اداريه فبالتالي المباراه بطله. ماتش بيراميدز قيد اللاعب خد الكارنيه والقيد تمام وكله سليم، يقول لك لا القيد غير قانوني. تصريحات لكولر في كيكر الالمانيه ناخدها نترجمها غلط ونصدر صوره سلبيه عشان نكتب نقول الحوار الصادم ونصدر ازمه لكولر مع المجتمع المصري. احنا خرجنا بره اطار الملعب تماما. واحنا هنا برنامج اكيد مهتم جدا جدا بما يثار عبر السوشيال ميديا، فكان ضروري نتاكد ونترجم ونشوف صحه الكلام اللي اتقال. للاسف مش هقول 99%، 100% من الكلام اللي اتكتب في الجزئيات دي اتفبرك واتكتب غلط. وانا مش هفترض هنا حسن النيه، لان على طول كان رد الفعل بشكل سلبي على تصريحات كولر عشان يتصدر الراجل بطريقه يبقى فيها مشكله مع المجتمع المصري. مش مشكله على المستوى المجتمع الرياضي فقط، مع المجتمع الرياضي ممكن نتناقش نتقبل نختلف، لكن لما تخش في معتقدات وتفاصيل وتصدر صوره عن الراجل قالها وهو ما قالهاش، يبقى انت كده رايح بينا في سكه ثانيه خالص بره الملعب. الحذر، كل الحذر من اللعب على وتر الجماهير في تفاصيل زي دي. واي واحد كتب معلومه غلط او ترجم غلط عليه ان يعتذر علنا كما كتب معلومه خاطئه في العلن. ده لو البعض يعني عايز يشتغل في اطار رياضي. هتاخدنا خارج الاطار الرياضي يبقى تستحمل عقبات اي حد ممكن يتصرف بناء على اللي حضرتك كتبته. لان الفتره اللي جايه خلاص بقى اصبح الامر محتاج حساب عسير. اي واحد بيكتب كلمه يتحاسب عليها، اي واحد بيقول جمله على الهواء يتحاسب عليها، ايا كان صفته وايا كانت وظيفته. وبالذات لما يكون منتمي للاعلام بتبقى هنا المصيبه اكبر. دي نقطه كان مهم جدا ابدا اتكلم عليها في الانترو.